أول ما توليت الحكم الوحش الصورة كانت قدامي ما اخبيش عليكم، ده الوحش ده الأسد ده سوداء يعني تدعو لليأس. اقتصاد مفيش فلوس حتى نتعاقد على أكل السنة اللي بعدين، واحنا بنستورد كتير. خزانة ما فيهاش عملة صعبة. وصلنا للحد ان حتى الأدوية الرئيسية اللي بيحتاجها بعض المرضى غير متوفرة، وبعدين ابتدوا يجيبوها من بره، مش عشان احنا مش عاوزين نجيبها، ما عندنا أولويات، ما عندناش فلوس. يقولوا لي هاتها بأي ثمن. طبعا المريض عاوز خف، عاوز أي ثمن اشتري له الدواء. أيامها كان في إرهاب برضه بعد قتل الرئيس السادات، الراحل السادات. مفيش مجال أبدا لأي وظائف جديدة أو أي إسكان أو إلى آخره، لأن البنية الأساسية في مصر، وأقصد المية والمجاري والتليفونات والطرق والسكك الحديدية، كانت في حالة يرثى لها. ويمكن سبقت أنا ضربت مثل على مثلا الكهرباء، وكنت بتتذكروا الكهرباء كان كل يوم والتاني تقطع، وتيجي في وقت امتحانات الناس والضغط على الكهرباء تقطع هنا تقطع هنا، الناس بقت تجيب لمبة جاز، تجيب كلوب. يعني كانت مشاكل. ومش كده بس، كمان الطلبة، المصانع. أنا كنت بزور بعض مصانع، أروح ألاقي العمال قاعدة، بقول له إيه ليه قاعدين مش قالوش ليه؟ قال احنا جينا الوردانية اشتغلنا ساعة والكهرباء قعد بقى لنا حوالي 5 ساعات قاعدين. طبعا الانتاج بيتأثر، دخل الدولة بيتأثر، والدولة دي هتمشي ازاي؟ الكهرباء كان عندنا 18 مليار كيلو وات ساعة، النهارده عندنا 75 مليار. كنت امر في القاهرة وفي بعض اماكن في الاسكندرية ومحافظات كثيرة، الاقي في مساكن مبنية لكن غير مسكونة. طب اسال ايه السبب؟ مفيش لا مية ولا كهرباء وصلها ولا شبكة مجاري. ليه؟ كهرباء ضعيفة وبتقطع، مش مكفية، استهلاك عالي. طيب المجاري مفيش طرمبات عشان تقدر تضخ ولا بتاع، مفيش في الشبكة. المية مش قادرة توصل للأدوار حي، وهكذا. والطرق والى اخره. زياده سكانيه عماله تزيد، ودي كارثه مصر. ما كناش كل واحد ينظم عيلته على قدر دخله، هنبقى زي البلاد كتيره، مش عاوز اذكر اسماء دول. في دول اللي فلت منها العيار ملهاش دعوه، تاكل، تزرع، اعمل اي حاجه، تطلع رغيف العيش بتاعك زي الهند وغيره، انت حر. ان شاء الله تاكل بطاطس، تاكل حاجه، ازرع. لكن الدوله كانتش غير ملزمه انها تجيب لك كل شيء في مكانك. بلد فيها 600 مليون و800 مليون وغيرها اقل من كده، برضه ما بتقدرش ابدا. مش زي عندنا مسؤول اجيب لك رغيف العيش، مسؤول اجيب لك، ومسؤول اجيب، ومسؤول اجيب. ده كله بيحبق الاعماع الدوله، لكن دوك بيفحر في الارض ويشوف ان شاء الله ياكل ورق شجر. قطاع عام له قصه عشان ابقى احكي لكم بعدين. قطاع عام عليه ديون من خسائره تقريبا تفوق 70% من ثمنه لو بعته. طب الخسائر هدفعها منين؟ حاجه الضرايب والجمارك والحاجات دي هاخدها عشان اسدد شويه خسائر، وادي حوافز للعمال للمصانع الواقفه نتيجه لا كهرباء ولا ومفيش انتاج. بس مسؤوليتي ناس بتشتغل.